مول الحوت من السوشيال ميديا بين صد التشهير وصون حرية التعبير. مول الحوت حبسوه من السوشيال ميديا، خدموا به لقيت اللي بغاو يخدموا به، ودابا دحوه كانوا يخدموا به الانتخابات وما سلكهمش في الانتخابات. مول الحوت بغا يولي برلمان، ما سلكهمش في الانتخابات، ما بغاوش، عرفوا انه غيشوههم، عرفوا على انه غيشوههم غيمامدهم، هما مامدين اصلا، ويكمل لهم مول الحوت داكشي اللي بقى، داكشي اللي جمعوا طواو. الحوانه، شنو هي الحوانه هادي؟ شو الكلمه هادي؟ كلمه بعربيه ولا صبريونيه ولا باش؟ من كلمه الحوانه؟ باش تقول الخونه تهضر على مول الحوت، معلوم خونه من الخونه الكبار من الحوت، هو الماليكو. باش هنا باقي تيهضروا على جبروت، وباقي الناس دايخل لهم ما كاين لا جبروت لا والو. جبروت هي النظام المغربي، هو جبروت، هو النظام المغربي. الاحرار اللي كاينين اذا كنت انت في الساحه السياسيه، هناك واحد المجموعه شبابيه اسمها جيل زاد 25 كاينه في الديسكورد، ونحن نتحدث الان، هما كاينين يتحدثون هناك وتيديروا مواضيع تقريبا بشاكله يوميه، باش يكونوش كل يوم، ولكن تيديروا داكشي بشاكله يوميه. وما يقدوش يخرجوا هنا لتيك توك، لان كاين ناس اللي هما من داخل المغرب تيقولوا تيوجدوا باش يسقطوا النظام المغربي. اذا كانت هناك معارضه، هي المعارضه ديال جيل زاد 25، واحد الناس اللي داخلين في واحد الشيء اسمه الحكومه المغربيه المؤقته بالخارج بقياده واحد السيد اللي عنده 70 سنه اسمه علي أمل. هو صاحب الفكرة، هو صاحب الأفكار الموجودة في الموجز السياسي ديال الحكومة المغربية المؤقتة في الخارج. وهذه الحكومة المغربية المؤقتة في الخارج كاين واحد السيت ويب وفيه الموجز السياسي سميتو جين زاد ماروك نقطة كوم، جين زاد ماروك نقطة كوم. الا مشيتي للقناه ديالي على اليوتيوب اسمها نقاش، غتقلب في فيديوهات قديمه غتلقى اللين وغتلقى فيه الموجز السياسي، وغتلقى حتى الغرفه اللي غادي تدخلك للديسكورد من تما. هيا بنا شباب، هيا بنا شباب، راه البلد مشات، هيا بنا شباب، هيا بنا شباب. المغرب كيفاش نقول لها في الماضي؟ تباع بالعربيه، المغرب بيع كنقولوا ليه تباع. دابا بدينا نتسقوا في الجمله نقولوا قاموا ببيعه، المغرب بيع قيل بيع بالفصحى، بيع المغرب بيع. الكل يعلم على ان المغرب تباع حاليا، ما بقاتش شي حاجه اللي خافيه عليكم، كانت قد تكون شي حاجه اللي خافيه، كنا تنقولوا عليكم عامين 3 سنين، كل شيء اصبح واضح وباين للعموم. غير اللي بغى يكذب حاليا ويتفلى على راسو، غير وقتاش غادي يجيو ليك. اذا كنتي خارج المغرب فنحن نحتاجك، كنتي داخل المغرب فنحن نحتاجك. كاينين جوج ديال المعارضات في الساحه، جوج، واحد المعارضه اللي بشكلة أو بأخرى فيهم ناس خرجوا من النظام من القديم، وفيهم ناس بصح هما أبناء الشعب، وفيهم شي نزعة أنهم ما عجبهمش الوضع وبغاو يهضروا، ولكن فيهم واحد شوية ديال الجهل وشوية ديال الغباء، ومشاو عند الجزائر باش تصيدهم الجزائر. المخابرات المغربية ما هي إلا نسخة من المخابرات الجزائرية، والمخابرات الجزائرية ما هي إلا نسخة من المخابرات المغربية. المخابرات الجزائرية والمخابرات المغربية هم طرف واحد، تنخدموا لمصلحة واحدة،
وهي النظام. إلا سقط النظام المغربي غيسقط النظام الجزائري، إلا سقط النظام الجزائري غيسقط النظام المغربي. هادشي هذا تيعرفو العادي والبادي، داكشي علاش يخدمو بجوج. اي شخص خارج للسوشيال ميديا وبغى ينتقد للنظام تيتسلطوا عليه المخابرات الجزائريه وتيصفقوا عليه، تيقولوا له برافو عليك، انت واعر، انت ذكي، عجبتينا، مزيان. عرفتي شنو غادي دير؟ هضرنا على الغلاء، هضرنا على الطوبيس، هضرنا على المثل محمد السادس، وبقى تما. اياك ان تجتمع مع شي اشخاص اخرين، لان ما تخاف منه الهلكيه، وهو بناء المعارضه. شكون هما المعارضه؟ هما اشخاص فحالك نتايا. شكون هما المعارضه؟ هما اشخاص عاديين. شكون هما المعارضه؟ هما ناس ممكن يكونوا خارجين من البكالوريا، ممكن يكونوا خارجين من التاسعه، ممكن يكونوا خارجين من عندهم اجازه، ممكن يكونوا دكاتره، ممكن يكونوا خدامين، ممكن يكونوا ما خدامينش. لكن لان الانظمه تتعرف على ان هادشي هذا هذه هي الحقيقه ديالو، اشنو دارت؟ تتوجد ليك الاعلام المزيفه. هما واحد الناس كاينين في التاريخ، هما في حالك، هما ممكن يكونوا اقل منك، هما ممكن يكونوا خونه، هما ممكن يكونوا خونه. انا انجينيور، انا ما فاسكش هادي، فهمتيني؟ انا انجينيور موجود في المغرب، وحاليا انجينيور، ديري في بالك كلاود انجينيور، صافي. بغيتي نتحدث if you wanna talk about that we can talk about that. إلا بغيتي تهضر على خدمتي جي نهضر معاك على خدمتي، فاهمين؟ فالمعارضة هما ناس عاديين، هما ناس فحالك فحالهم، تيصنعوا لك المعارضة أنه واحد الشخص كبير تيتمشى فوق الماء، وأنه كان قائد وكان عنده حلفاء وأتباع وعلاقات مع العالم الخارجي ومع دول ومع ملوك، فاهمين؟ وهنا تيصنعوا واحد العقل صغير تيامن بهذا الشيء هذا، تيامن به حتى لدرجه انه ملي تيامن بهذا الشيء هذا تيحيد وجهه وتيطلع الوجه ديال داك القائد. عرفتي؟ والقائد تيكون مات شحال هادي، واخا يكون كان قائد كاع بصح كان قائد مات، اللي عطا الله عطاه، تدود وما بقاش في الحياه، لم يعد له اثر، وتيبقى تيحلم الدولة المغربية كل ما تخاف منه حاليا هما ان تجمعوا لها الناس في السوشيال ميديا. تتخافش الناس يخرجوا ليها في المغرب، تتخاف ان الناس يتجمعوا ليها في السوشيال ميديا ويديروا جماعات. هادشي هو اللي تتخاف منه. تتخاف يتجمعوا الناس في السوشيال ميديا ويخرج لهم شي قائد، والقائد دابا حاليا خارج ومجموعين خلفه الناس. وانا هاد العشيه هادي اتصلت بواحد الرساله من واحد السيد وقال لي بلغ القائد على ان هناك شباب جدد داخل جيل زاد 25 ويريدون ان يتحدثوا معه. صفت له ميساج علاش ما يتصلوش بهم لدواعي امنيه، لانهم كاينين داخل المغرب وما يمكنش يتصلوا بهم عن طريق الواتساب. فهمتي؟ خصهمش يولفوا على انهم يبداو يتصلوا بشي واحد في هاد الامور هادي عن طريق الواتساب. القائد تيهضر مع الناس ديالو، مع الشعب ديالو في اليوتيوب، وتتواصل مع واحد الناس قليلين في الواتساب اللي كاينين خارج المغرب وما خايفينش على راسهم. لكن واحد الناس اللي كاينين داخل المغرب منهم واحد الناس اللي هما قياديين في جيل زاد 25 وفي الحكومه المؤقته. انا تنحاول نكون واحد الهمزه وصل، فهادشي هذا علاش حيت انا اشتغل تقدر تقول بمثابه منسق، بمثابه اعلامي محلل ومنسق. ولحد الساعه الناس اللي كشفنا على انهم بشكل او باخرى يتشتغلوا مع النظام يا هما اغبياء وتشتغلوا مع النظام بغبائهم. يعني تكون النظام خدم بهم وخيعرفوا على ان النظام كان تيخدم بهم تيستعملهم، ما تتسلكهمش على انهم يخرجوا ويقولوها. باقيين لاعبين على انهم هم مفكرين، باقيين لاعبين على انهم هم باحثين او صحفيين او شي حاجه من هذا القبيل. فيهم مجموعه منهم تنتحدثوا حولهم، ما يقدوش يديروا معنا نقاش
ما يقدوش يطلعوا معنا، تيطلعوا مع المخابرات الجزائريه وتيطلعوا مع الشياته ديال الجزائر اللي هما تيشتغلوا لصالح النظام المغربي، واخا يكونوا ما تيعرفوهاش تيشتغلوا مع النظام المغربي، تيشتغلوا مع النظام المغربي. الذباب الالكتروني تيخصو يعرف على انه في الحضيض، والناس اللي ما فاهماش وحمير تيخصها تعرف على انها في مزبله التاريخ، ديال التاريخ. كنتي خارج المغرب او داخل المغرب وفي زمن 2026 وما فاهمش شنو اللي واقع، خصك تعرف على انك في مزبله التاريخ. وكاين واحد الناس اللي تيفهموا على شنو اللي واقع، ولكن عندهم واحد الحزازه مع المجتمع، داك المجتمع اللي ما لقاوش ساخن ووفر لهم الحياه الكريمه ووفر لهم العمل وجرى عليهم وخلاهم يمشيو يركبوا في الباطره، بالجهل اللي عطاهم الله تيظنوا على ان المجتمع هو السبب، او تيقولوا لك الملكيه والملك عباره على دين امهم غزا فيهم. يعني فحال قلتي تيعذب ليه الملكيه، تتعذب ليه العدو ديالو، وداك العدو ديالو هو المجتمع، هو عائلته، هو حومته، هو الدراري اللي قرا معاهم وكبر معاهم. غالبيه المجتمع ما تيقولوهاش زوينه في الاصدقاء ديالهم وفي المجتمع منين نباتقوا. علاش ما تيقولوهاش زوينه؟ ما تيقولوهاش زوينه لان هناك سواد في قلوبهم، ومش يقولها زوينه لان الجهل هو في حد ذاته سواد، سواد. خونا دايما تحياتي لك خونا. فمن تيخرجوا خارج المغرب وتيعرفوا على ان تيشوفوا امامهم على ان البلاد تباعت وان النظام مستبد ديكتاتوري، تيلقاو العله، تيقولوا لك عبر على باباهم، عبر عليهم النظام. فانت ما تقوم به وتتعذب راسك وانت ما عايقش، فهمتيني؟ تتعذب راسك وانت ما عايقش. خصك تعرف على ان اذا جيتي تدور في السوشيال ميديا هناك واحد المجموعه من المجانين وواحد المجموعه من المرضى العقليين، كاين فيهم اناس اللي تيصحاموك على انهم يقولون الحقيقه وعلى انهم ينفعوك في حياتك، والمعلومات اللي تيقولوا لك جميله، ولكن في الامر على انهم تقدموا نفسهم على انهم دي كوتش او على انهم مدربين نفسيين ويجعلوك تثق في راسك، بل تنجح وتولي لاباس عليك. واول حاجه تيقولوها لك، عرفتي شنو تيقولوا لك؟ اول حاجه شنو تيقولوا لك بعد من صحابك. هذيك هي اول حاجه تيقولوا لك. انت المتوسط ديال صحابك بصح، ولكن انت من تشوف راسك انت راه هو المتوسط، هو واحد النسخه من صحابك، من صحابك صحابك هما المشكل، انت هو المشكل ديال دوك صحابك، تقد تختار على انك تريد ان تبتعد باش تصحح وباش تكون وهذا الشيء هذا، ولكن ما تظنش على انهم هما المشكل، ما تظنش على انهم انت جزء من ذاك المشكل. دائما الى تواقع خونا، عاد كنا تنهضروا على القائد علي امل، وقلنا لهم هناك الحكومه المؤقته وهناك جيل زاد 25 منهم اشخاص مع الحكومه المؤقته، وممكن يدخلوا عندهم الديسكورد جيل زاد 25. السوشيال ميديا نقد نقول لك انايا بتحليل ديالي البسيط، انا عندي تحليلات ثاقبه باش نكونوا فاهمين عليها هنايا، ماشي تحليلات تلقى خط الزناتي، كاين حوايج اللي تقراهم انطلاقا من معطيات يمكن لك تقراهم شايفين باينين واضحين. مشي دات فيديو على يمين يمال، داز مورا يومين ولا نهار تضرب التبليسه، ومن دات عليه الفيديو ومشيت بحيت نشوف اشنو المعطيات اللي كاينه، تتبان لي ان معطل باش ديك الهضره تقال على انهم سالاوه قضاوه وخدموا به معطله، وعلى انهم لا غيتعطب راه نتيجه ديال الخدمه اللي خدموا به معطله. هذه ماشي تنقراو المستقبل، لا غير معطيات باينه. فما يقع في المغرب والبيعه اللي دار الملكيه المغرب هي معطيات باينه،
فهمتني؟ ما يمكنش ليك في اي بلاد في العالم، في اي شركه، في اي دار، ما يمكنش ليك تخلي واحد الشخص، واحد العائله، ماشي حتى الملك. الملك راه كلب، حشومه نتاعو مع الملك، حشومه نتاعو مع الملك، لاننا نشوهو نفسنا. الملكيه اللي ولدات لك الملك زباله وحطاتو لك في الحكم، خاصك تعرف على انك خاصك دير معاه شي حاجه. فهمي؟ فهمي؟ انا انطلاقا من كوني كشخص اسباني، انا اسبانيوني رحمة، اسبانيوني، كشخص اسباني ممكن الدوله المغربيه تجي تدعيني على هذا الكلام هذا، وهذا الكلام هذا نمشيو نقولوه في المحكمه، نقدر نقولوا لهم نسالوا والو، نعاودوه اليوم. ماشي ولدي نحن نقول حقائق. خاصك تعرف على ان المجتمع الاسباني والسلطه الاسبانيه والصحافه الاسبانيه متواضعه مع النظام المغربي، دير في بالك، والالمانيه والفرنسيه، بدليل على انهم تيديو لك الاراضي وما تيهضر حتى واحد، ما تيدير لك شي تغطيه اعلاميه، حتى واحد ما تيدير لك تغطيه اعلاميه، حتى واحد، حتى واحد. والصبريون ماشي غير متواطئه مع النظام المغربي، هذا حدس. قد تمشي المخابرات تسجل شي ديال سلطات اسبانيا، هذا حدس. السلطات الاسبانيه والدوله الاسبانيه في اوروبا والدول الاوروبيه ما قادينش على الناس اللي جايين للمغرب تيتيكوا في المغرب، ما قادينش عليهم، ما قادينش عليهم، ما قادينش عليهم. داكشي علاش ما قادينش يجبدوا الموضوع، لان الموضوع ما عندهم ما يديروا فيه. وإذا جبدوا الموضوع سوف يعاقبون اقتصاديا، سوف يعاقبون. وديك ريال وجد ريال لبعض الشركات الأوروبية تتخذ منها بعض الأموال من المغرب، لأن الشركات الفرنسية أو الأوروبية بشكل، الشركات الإسبانية والفرنسية والألمانية، هاد الثلاثة هادو حاضرين كاينين في المغرب بكتاب، تيجبدو من المغرب الملايير ديال الدولارات ديال الاوروات في السنه. هذه سنتين كان خرج سانشيز وتيتحدث حول 37 او 38 مليار ديال الدولار ديال المبادرات التجاريه بين البلاد ديالو وبين المغرب. يعني السلطه داخل المغرب اللي ما تنظنوش حاليا على انها هي الملكيه، لان ما يمكنش واحد حمار يكون تيحكم، يعني ما يمكنش واحد مومياء ميت يكون تيحكم. فإلا كنتي مغربي يا داخل المغرب يا خارج المغرب، فتيخصك تعرف على انك معني، وتيخصك تصافق راسك وتفيق. ما تخرجش تسيب باش تنتحى. ممكن تكون عندك عائلتك كاين داخل المغرب، وانك تمشي للمغرب وهذا الشيء هذا كامل، لكن تيمكن ليك تنتمي لشي جهه. وإلا كنتي متردد فكر مزيان، حيت مهما الزمن تيدوز واخيرا بقيت غتقد توصل ليها، هي باش غادي تكبر وغادي تكتشف على انك ما قديتي دير حتى حاجه. وحاليا باش دير شي حاجه ويكون عندك ثقل، تيمكن لك تحضر في السوشيال ميديا، هي القوه. هذه هي القوه، اسمعها مزيان. السوشيال ميديا هي التلفازه، من بيده التلفازه، من بيده الاعلام، بيده القوه. عقل عليها، من بيده الاعلام بيده القوه. وشحال ما تجمعتي في شي بلاصه فين تيتجمعوا المغاربه، تيخصك تفكر على انك تجمع، تيخصك تشوف بعينيك شكون اللي كاين في الساحه وتحلل واش هادو بصح ممكن يكونوا معارضه او لا. وانا تنقول لك الا مشيتي تدخل هي كمشارك في الحوار مع جيل 25 لمدة 20 يوم أو شهر، غتعرف أشياء عدة. غتعرف على أن في الساحة المغربية ما كايناش معارضة، غتعرف هذه. ولا كانت بصح تكون شي معارضة فهي تتكون في واحد الزمن اللي انت فيه كاين، وتيمكن لك تكون هي في القيادة، هي مشارك على حساب اشنو ممكن انت يتقدم او تعطي. فأنت من يحدد. هذا هو المراد أخي العزيز. من بيده الإعلام بيده القوة. النظام المغربي
وجميع الأنظمة في العالم تتعرف هاد الشيء هذا اللي تتخاف منه النظام المغربي. ما تتخافش منه الناس يخرجوا للزنقة ويضربوه بالحجر. شتي إلا خرجوا الناس للزنقة وقلتي واو هاي تتبعد على راسك. النظام المغربي تيساين ان توقع عنده انتفاضة، ولو وقعت ليه انتفاضة غيحدث متنفس بالنسبة للنظام. علاش؟ لانها غادي تلفت الانتباه، غادي البي بي سي غادي تدير خبر، دي دبليو غدير خبر، فرانس 24، الجزيرة، وغادي يجيبوا المهداوي وغيجيبوا بوعشاين وغيديروا حوار مجتمعي وغيجيبوا منيب وغيجيبوا المرابط وغيقولوا لك قاموا بالثورة، والنظام هو اللي غادي يبقى. فهم هادي مزيان 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 مزيان. واخا تمشي للقمة وتكون شي حاجة كبيرة، لأعلى نقطة ممكن توصل لها هو غادي يقولوا قام الملك بالاستقالة وغيستقل وغيجيبوا لك ملك واحد اخر. نقولوا شي حاجة اللي بعيدة ان الملك والملكية خربات، النظام هو اللي غيبقى. ما تخاف منه الملكية، هو أن تتحول أنت الشعب، هو الإعلامي، أنت هو المحلل، أنت هو كل شيء. فاش تحول هنا ديك الساعة فكاية من وحلتها. واش باقي داير في الديسكورد؟ سولني واحد هنا في تيك توك عليه كيف داير في الديسكورد. كاين عاد خليته انا تما. هو اللي سولني قال لي شي وحدين جاو بغاو يتحدثوا مع علي امالو، ومشيت قلتها لعلي امالو ودار معاهم غدا ان شاء الله مع 8 باش يكون تما عندهم في الاخر. لا بديل الا هذه اللي ما عاقش بها حاليا دابا، اللي ما عاقش بها حاليا تيتساوى عليك اليهود داخل الزريبه تيستفزوك. خصك تعرف على ان خروج اليهود، اسمع مزيان، اسمع باش ما يدوخوكش، ولا احتاج باش نقول هاد الهضره هادي. المساله ماشي مساله يهوديه او مسيحيه او نصرانيه او بوذيه او الحاديه. ما يقوم به اليهود داخل المغرب الآن به عمق سياسي كبير، يدل على أن الملكية قامت بصفقة عميقة كبيرة ثقيلة، والتداعيات ديالها والنتائج ديالها غادي تكون وخيمة عليك انت، تكون وخيمة عليك انت. البلاد ديالك انت كمغربي واخا تكون خارج المغرب، واخا تكون خارج المغرب غتبغي تمشي واحد النهار للبلد ديالك ما بقى عندك شبه فين تمشي. بالعكس، لهزالة الأقدار غادي تكون يا دازت عليك أو على عائلتك أو شي واحد تتعرفو أو ديزا حداك، غدوز عليك العام الجاي ولا العام اللي مواه، في الغالب الأعم. فما يقوم به اليهود في المغرب إلا مشاو داروه في الألمان ولا مشاو داروه في كاتالونيا ولا مشاو داروه في باريس ولا في أي بلاصة في أوروبا، غيبان على أنه ليس بعفوي، على أن عنده دلالات ثقيلة، على أنه في شكل، على أنه مرموق. وما كاينش هو لوحده، كاين هو وآلة دعائية تقول لك على أن اليهود كاينين تم جايين بحالهم. آخر خبر قريتو اليوم تيقول على أن كاين عارضة برلمانية باش أنهم سيعطون الجنسية المغربية لليهود. ما كاين لا عارضة، ما كاين حتى حاجة، ما كاين لا برلمان لا والو. كاين البوليس، المخابرات، القوة في المغرب قالت للصحافة كتبوا هذا الخبر باش تستفزوا به الناس، باش تيعلموك. اي حاجة تيديروها عاد تيعلموك، ضرب راسك مع الحيط. هادي عام خرجوا لك الفقهاء، والفقهاء قالوها لك بالألمانية، قالوا لك عباد الله وكيف ما اليهود عندهم قوانين ديالهم، حتى حنايا المسلمين بغينا قوانين ديالنا. اش قال لك مسكين داك المسلم زعما داك الفقيه؟ عرفتي شنو قال لك عباد الله هناك قانون آخر في المغرب، هو قانون اليهودية أو قانون اليهود، عندهم قانونهم الخاص. ضرب راسك مع الحيط، وداو ليك محكمة وكتبوها لك بالعبرية، وضرب راسك مع الحيط. اشنو غادي دير؟ لأنهم لا يتبعونك، لأن ما عندكش دولة.
ما عندكش دولة. ما يقع الآن في المغرب نقد نقول لك مزيان باش تفيق، باش تفيق، باش تعيق، باش تعيق. انت خاصك تعرف اذا كنتي تنتظر على ان شي واحد زعما قاي ولا خدام مع النظام وتعتبره استاذ جامعي او ابتدائي او طبيب او دكتور او هذاك وتتسينه هو اللي غادي يقول هاد الشيء، راك تطاطي عند صبعك. الطبيب والمهندس غير حمار، ما تعرف لا في التاريخ لا في السياسه لا في مجتمع، تعرف داك الشيء اللي قراوه باش يخدم. الا كان عارفو في المغرب انطلاقا، المدام ديالي طبيبه، نقول لك الطبيب في المغرب شفار. الطبيب في المغرب شفار، الطبيب في المغرب قتال ذباح، تيبيع وتيشري في بنادم. بما في ذاك الطبيب مسكين تجي عندها هذيك الخلصه اللي تتاخذ خلصه باطله، لان الطبيب ما عنده فين يتكون في المغرب. الطبيب هنا في اوروبا ما تعرف حتى حاجه، تعرف التخصص ديالو فقط ولا تعرف. السؤال اش تعرف الطبيب في المغرب؟ هذا هو السؤال اللي خصك تسول راسك. الطبيب في المغرب اش تعرف؟ منين جاب ديك المعارفه اللي تمشي عنده تيخرج لك خنشه ديال الدواء؟ منين جابها؟ منين جابها؟ الطبيب باش يعرف جميع الامراض وتعرف جميع الامراض، منين جاب داكشي؟ ربنا خالق. انا تنقول لك الطبيب، انا المدام ديالي طبيبه ديال الراس، ما تتعرف حتى شي حاجه واحده اخرى. ما تقول لها ضرني هنا، ما تقول لي حتى حاجه. ولدها ولا هي شي حاجه صدراتها ولا هذاك ما تتعرف فيها والو، تخلع ما تعرف حتى حاجه فيها. هادي دير في راسك، هادي ديرها هنايا مزيان يا باش تعرف. فإلا كنتي تنتظر على ان كاين واحد الشرائح انت تعتبرها على انها كبيره غادي تجي وتدافع عليك، راك غالطه السي، راك غالط. غنوض من القلبه ونوض من القلبه ونوض. في المغرب الاستاذ والطبيب وواحد النوع الناس ما تيقدوش يمشيو للسوق يشريو الحولي. واش الخينا اللي ما يعرفش يمشي يشري الحولي في السوق ويذبح الدجاج ويعيشو غير يدافع عليك انت؟ ونوض من القلبه. الامر راه سهل. الامر انت عندك صوت في حالك في حال الانجينيور، انت عندك صوت في حالك في حال داك الوزير، انت عندك صوت في حالك في حال داك الجنرال. لا، انت تقد تكون كثر منه، لان واخا يكون دير مو جنرال وكاين تحت امارته 1000 واحد، ولا هذوك خدام مع النظام، هذاك مستبد، هذوك قتاله، هذاك بدون اخلاق، هذاك بدون فكر. داكشي علاش مخلي الحمار الملك تيحكم. انا عمرك شتي شي جنرالات او كولونيلات او اناس مهمين في العالم ممكن يقبلوا على نفسهم انهم يكونوا تحت الملك؟ ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش. تموت، غتموت صاحبي، انت غتموت بالفقصه، غتموت بالفقصه، غتموت. انا تعرف ما كاين لا جنرالات لا كولونيلات لا والو، عندك والو، ما كاينش، ما كاينش. باش نزيدك باش تكون عارف واحد الحوايج اللي كنتي ما عارفهمش. الا كان ندهشك المغرب ولا المغرب وابناء ديال النخبه، ابناء الوزراء وابناء الجنرالات، انا نقول لك 95% ماشي 90%، 95%. عرفتي فينا هما؟ ما عرفتيش فينا هما؟ كاين في لي بواط تيشطحوا حتى القاعات الشراب. هذا هو هذه الحقيقه، هي هذه. تتقد واحد الابناء واحد العائلات تلقاهم عندهم شي حاجه تيديروها الشركات وكذا، تدخلوا تينعسوا بالليل، ولكن علاش الشاهد فيهم واحد الفتره زمنيه في حياتهم ديال الشباب تيعيشوها في الملاهي الليليه. خصك تعرف على ان الحل بيدك انت. بدون الشعب ما يمكنش تكون عندهم مجتمع، ما يمكنش يخدموا، ما يمكنش. خصك انت تعيق، خصك انت تعيق، خصك تعرف على ان الناس اللي تيجيبوا ليهم دوك الحكومات الكبار اللي تيجيبوا ليهم يقدروا يحطوا لهم البيضه في الطاس الى انضموا للحكومه المغربيه المؤقته بالخارج، الى انضموا لشباب جيل زد 25. بمجرد يطلعوا عندهم
ويطلعوا بكونت ما فيهش السميه اللي كتبوا فيه سميه محمد السادس، كلشي سمي راسو محمد السادس ويطلع. ولا علاش ما يسميوش علي املو؟ علاش ما يسميوش القائد علي املو؟ قائد علي املو ذاهب الى تواقا، نحن ذاهبون الى تواقا. هاي كاين الفرق، كاين الفرق. انا غنمشي كاعلامي غنغطي الحدث بالتليفون، هادشي باش كنمشي انايا اعلامي باش نقل لكم الخبر، نقولوا ونشوفوا التحليل نحللوه ونسمعوا اشنو غادي يقول هاد السي علي املو، نحاولوا نحللوا الكلام ديالو. كاين الدايبون مشواقه هو هنا، هادو الناس القياديين ديال الحكومه المؤقته، ويؤمن بعلي املو كيف ما انا تنآمن بعلي املو باش نكونوا واضحين عليها. وجيزة 25 فيهم ناس اللي مع علي املو منو الداهم، وفيهم اناس اخرين اللي ماشي مع علي املو. ما عجبكش علي املو ما كاينش مشكل، انضم من جيل 25. ما عجبكش هادشي هذا كامل ماشي مشكل، دخل قول لنا شنو هو الاقتراح ديالك، واش عندك شي اقتراح؟ جبد شي سميه ولا شي حاجه ودير ائتلاف، قول هادو كلهم ديروا لهم ائتلاف باش يسولنا شي واحد يقول لنا شوف هاد الائتلاف نقولوا ليه فيهم الحكومه المؤقته وفيه جيل 25. دخل. وهذا الحديث هذا حاليا كاين، لان كاين واحد المجموعه ديال الشباب البارح تنهضر معاهم في التيك توك تيقولوا لك لا تسمى كل واحد شنو عنده سميه، كاين اللي باغي يسميها الطوا الامازيغيه، كل واحد شنو باغي يسمي. قلت لهم حلوا ديروا حوار، فتحوا الحوار خمموا فيه، فتحوا الحوار خمموا فيه، فتحوا الحوار خمموا فيه باش نشوفوا كيفاش غادي نديروا لها. لكن ما كاينينش 7000 الف لون، كاين حاليا جوج هما اللي كاينين. الحكومه المؤقته جيل 25 فيهم مختلف الاراء ومختلف الالوان، فاهمين؟ هادشي هو اللي كاين، وكلشي غادي يمشي لتواقا. نحن مع املو لكن بعيد. نعم كاين بزاف اللي مع علي املو، كاين من البعيد اخي الصاد باش تكونوا فاهمين عليها، هذه واضحه. انت مع علي املو الا كانت غادي تبان لك، خاصك تعرف دابا الفيلم اللي تنقترحو فيلم سليم بالنسبه للناس، فيلم ما تنخرجوكش اي واحد تيقول لك تخرج في كاشو العجينه، اي واحد تيقول للناس نخرجوا في كاشو العجينه، نقولها لك انايا. وكاين واحد السيد اللي تيدخل دائما احترمو هذاك، ولكن انا ما تنعرفوش، لكن تنحكموا على الناس من الكلام ديالهم. تيقول للناس اجي نخرجوا نمشيو حدا البرلمان، هذا اللي تيقول للناس اجي نخرجوا حدا البرلمان وهما 10 ما تيقلبش يديهم للحبس، تيقلبوا يديهم للحبس. تيقول لك حنا تنامنوا حنا غادي نديروا حنا في شكال حنا هذا. برافو اخي، برافو على الشجاعه، انا معاك. وغادي واحد اليوم ولا البارح قلت ليه هاد الاحداث اللي حاليا تتوقع وهاد الاستفزازات ديال واحد الدخلاء داخل المغرب، وانت باغي تضحي بحياتك وما تستاهل زعما دير شي حاجه ديال النينجا. على دوخنا على باش نعرفوا حنايا ان الارهاب ما كاينش في المغرب، باش نعرفوا الارهاب ما كاينش، ماشي دابا معروف انه ما كاينش شي حاجه ان ندخلوا لك بسم الله الرحمن الرحيم للدار، كيتنديروا لهم بسم الله الرحمن الرحيم داخلين عليك والله كيتدير بسم الله. شنو بغيتكم كدير بسم الله الرحمن الرحيم، تحط الجنويه على من تحت الاخر من تحت المخده باش تخلع هكاك تدير. فدخلوا لك بسم الله الرحمن الرحيم للدار، تي خصك تجبد هذيك تقضي بها الغرض، خصك تجبدها تقضي بها الغرض. فاشلين، نعم فاشلين. الفاشلين هما دوك الاشخاص اللي تيدافعوا على نظام فاشل. الفاشلين هما دوك الاشخاص اللي تيدافعوا على ملك كلب حشومه، نقولوا لك الله الحشومه، ملك ساقيم ديالها ما عرفتش شنو كان تيشم، واخا يكون تيشم السيليسيوم ما توقعش ليه ديك الحاله. نعم فاشلين هادو، فاشلين جدا. الفاشلين هما دوك الاشخاص اللي ما تيقدوش يركبوا الافكار ويتحدثوا في كلام سياسي ما تيقدوش، يعني الفاشلين هما دوك الاشخاص اللي تيصحابهم ان كاس العالم تصفقوا كاس العالم، تصفقوا سيدهم على انهم يتسلف مليار ديال الدولار باش يبني بها تيران، وساق نصها يبيع لك حديد وسيما وخيبه. هادو فاشلين بزاف. المشكله ماشي فاشلين حيت في الجيب ديالهم، فاشلين حتى نفسيا لان نفسيا غتوقع لهم بحال اللي وقع لمود الدلاحه. عرفتي مود الدلاحه بحال هكاك، هادو فاشلين كبار. هادو الفاشلين
هما دوك الناس اللي ما عندهمش دوله، ما عندهمش دوله وتيصحاب ان عندهم دوله، ولابسين الكطمات ديال الكره والمنتخب ويا لامين يامال وابراهيم دياز. هادو فاشلين اخي. الفاشلين هما دوك الناس اللي تيسمعوا المهداوي وتيسمعوا البوعشرين و... و... وتيعيقوا بهم وتيديروا عين ميكا، تيقول لك راه الوقت بغات هكا. هادو فاشلين، ماشي حتى فاشلين. هادو قواده اصاحبي، قواده وبزاف عليهم، قواده وبزاف عليهم. يعني في الفاشلين نقول لك بزاف اخي العزيز، بزاف نقول لك. عرفتي شنو هي تكون خدام ذباب؟ عرفتي شنو هي تكون خدام ذباب اصاحبي؟ عرفتي شنو تتعني؟ عرفتي شنو تتعني اصاحبي؟ خايبه ماشي حتى المعاوده. هاد الفاشلين. عرفتي نقول واحد القضيه دير في بالك. انا نعطيك الصوره باش تعرف راسك انك من الفاشلين. شي سفيان البحري غيقدو ما انا ما تنظنش انا ندير شي حاجه. انت شنو عنده اسرار ديال ما نعرف شنو عنده شي حاجه. سفيان البحري كشاب صغير مشى للجامعه وخلى الجامعه باش يقابل التصاور ديال السيدو بداو يصيفطوا عليه المخابرات وبدا ينشرها وتخدم به الدوله في الدعايه في السوشيال ميديا. وهاد البروجي السوشيال ميديا النظام ضرب به في الحيط. ما بقاتش عنده مردوديه ولا شي حاجه. وقف هو النفسيه ديالو باش يشوف سيدو. لانه بصح انا تنامن باش ديك واحد الهضره اللي تيقولها في واحد لي زانترفيو على انه كان تيشوف الملك في التلفازه وتيمشي تيبوس وتيبارك ليه في التلفازه، ودخلات ليه الصوره ديال الملك شي حاجه في شكال. هاد الصوره هادي تكسرت اصاحبي، حقيقه. وخا يخرج يقول الله يبارك في عمر سيدنا، الله يشافي سيدنا وهذا الشيء، ولكن نفسيا هو مضعوق. الفشل كاين واحد الفشل اللي انا متاكد لانه كاين فيك لداخل، فهمتيني؟ كاين فيك هو لداخل. تفرقع على ديال امك هذاك الفشل كيف ما تفرقع على سفيان البحري، كيف ما تفرقع. الناس كانوا تيظنوا على ان سفيان البحري على انه ذاكها، على انه تعرفوا القصار، تصيفطوا عليه الطوموبيلات وتصيفط عليه الملك الحولي. ترى حمار صاحبي، حمار صاحبي. ما عارفش الملك غير حمار صاحبي. باش تفهم هادي ولا ما تتفهمهاش؟ غير حمار الملك، غير كلب. ما فاهمش هادي. بزاف ديال الناس اللي لاباس عليهم في المغرب في حقيقة الامر هما ماشي لاباس عليهم، هما فقراء. لان الحياه نسبيه، ما تتقارنش غير بالفلوس صاحبي، ما تتقارنش بالفلوس. ماشي نقولوش لك هاد النظره، واحد النظره ديال تنقول لك انت يا حازق اجي ومثل على ان داك اللي لاباس عليه فقير. لا، هذه هي حقيقه الامر. المجتمع المغربي داك اللي لاباس عليه تيحلم يمشي لبرا. واش عارفني ما عرفاش؟ عرفتي داك اللي لاباس عليه تيقرا في اليوطي وتيقرا في البعثه الفرنسيه والمدرسه الامريكيه والمدرسه الاسبانيه، حتى انا تنعرفهم انايا، عاشات منهم بزاف. تيحلموا باش يمشيو لبرا، تا هما نفس الحلم. تقول لي لا مختلفين، نفس الحلم. شفت انا بحكم واحد السيد تنعرفوه، ولد برلماني في 2003 2004. الماطا ديال 7 المليون 8 المليون، طوموبيل، الفيلا في وسط المدينه، والفيلا حدا البحر، جيت سكي، والفلوس ديال المراجعات والرشاوي الاساتذه. هي الحقيقه تطلع ليه العام ب 30 مليون 40 مليون باش يطلع ليه العام داخل المغرب، وتيسقط ما تيجيبش الباك. تيقرا في واحد المدرسه الملك تدوز فيها امتحانات، كان تيدوز فيها، ولا العائله الملكيه تدوز فيها امتحانات، مدينه طبيبات اسمها دار السلام.
وتيمشي تيسبق لفقيد الجامع وتيمشي لفرنسا وتيكريدا انه غينجح وغيمشي يقرا تما 3 سنين، تيسقط في الباك ما تيجيبش الباك. اسمع الزمار، تيحلم نفس الحلم تاع الحازقين نفسه ودعمو باه. كاينين عيالات ديال الناس رفيعي المستوى في المنظومه ديال السلطه في المغرب، وتتمشي عيالاتهم للميريكان والكندا باش يولدوا ويعطيو الباسبور زعما لولدهم، وتيبقاو حاصلين في كندا وميريكان وما تيديروش الوقت، ما تيديروش الوراق، وتيضطروا يخوروا على انهم يطلقوا في المغرب ويتزوجوا باش يصاوبوا الوراق. علامات ديال التخلف، هادو هما علامات ديال التخلف. تيخصك تعيق بيهم، انت تيخصك تعرفهم، عيق بيهم، شوفهم اصاحبي، شوفهم. اسمع القصص، اسمع واحد خيتي تيطلعوا عند العيالات تيعاودوا ليها والبنات تعاودوا لها اشنو طرا ليهم، سميتها وقيله مايا. سير تسمع باش تعرف من مختلف الشرائح المغربيه، مختلفهم تيتقاسموا واحد قاسم مشترك على انهم يعيشون في واحد الجهل عميق. ما تيعرفوا لا حوايه، ما تيعرفوا لا جنس، ما تيعرفوا لا زواج، ما تيعرفوا لا مدابزه، ما تيعرفوا حتى لعبه. مشكل خراء صنعته ليك الملكيه اصاحبي. خاصنا نعطيوها شي المتلازم من عند عياشه صعيب الحال، حيت عندهم اخونا، حيت خدموا عليهم بشحال هادي. خاصك راه كاينين في السوشيال ميديا كاينين جمعيات، لان الشباب الملكي او جمعيات ديال الشباب الملكي مسمينهم شباب ملكي مختلف اشكالهم. شباب ملكي ديال فاس، شباب ملكي مكناس، شباب ملكي والى الامام سميتها. نعم للملك، نعم للملكيه. في 2013 من مور 2011 تيقولوا هما نظام وفي مقالات على انهم كاينين في المغرب وقيله اكثر من 600 جمعيه ولا هذاك في المغرب. حاليا غيكونوا كتار، والخدمه ديالهم شحال هادي كانت هي الفيسبوك وهي تيخرجوا للزنقه. حاليا الخدمه ديالهم كاينه هنا، الخدمه ديالهم كاينه هنا، كاينه في السوشيال ميديا، كاينه في فيسبوك وكاينه في يوتيوب وكاينه في هذا شيء عالي. وخصك تعرف على ان النظام يقد في اي وقيته. اصلا هو خارج الاساتذه، خارج الاطباء، خارج على جهه الناس اللي تيهضروا الحسابيين. في اي وقيته ممكن يخرج لك الموظفين ديال الداخليه كاملين يقول لهم نشطوا في الاخر في السوشيال ميديا. يعني يخرج لك الشيخ، المقدام، القائد، كل شيء يخرجوا لك. المجتمع المغربي المجتمع المغربي هذا هو البلان اللي كاين، هذه هي الحقيقه. احنا زعما حنايا في مرحله جد متقدمه، هذا هو الشيء اللي كاين. نشوف حالنا خونا التابونه التواقه، تحياتي ليك اللمطي، تحياتي ليك. شكرا جزيلا للناس اللي كاينين هنا. مريم تحياتي لكم، والشخص الفاسد تحياتي ليك، وتصبح على خير، والسلام عليكم.